ايه ده يا جماعه؟ ايه ده؟ غريبه قوي. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. النهارده فيديو جديد على قناه حسن هاشم، وانا حسن هاشم. النهارده بقى يا جماعه بعد لفيت الدنيا ولفيت كل حته في مصر ولفيت كل مكان يا جماعه عندنا في المنطقه، لغايه لما جبت لكم الشيبسي اللي الناس كلها بتدور عليه. ده يا جماعه منتج جديد من شيبسي، 3 اطعمه جداد من شيبسي يا جماعه، اسمه قطمه وقطمه. 3 اطعمه جداد لفيت عليهم عشان الاقيهم، عشان اعمل لكم التجربه دي. النهارده بقى يا جماعه هنجرب الثلاث اطعمه دول، واقول لكم الثلاث اطعمه دول وهقول لكم ايه رايي فيهم بكل صراحه وبكل صدق. وهي اطعمه شويه غريبه شويه، يعني في طعم توميه، شيبسي بالتوميه، في طعم شيبسي بطعم سلطه الحاتي. اطعمه يعني غريبه كده يا جماعه، اول مره اشوفها يعني من شيبسي. وفي ليمون معصفر، مش عارف ازاي جابوه منين، جابوه ازاي ده ليمون معصفر. يلا بينا يا جماعه نبتدي ونشوف الاطعمه الجديده دي وطعمها عامل ازاي، وهل فعلا هي قريبه فعلا للطعم الحقيقي للحاجات دي فعلا. يعني التوميه، هل التوميه فعلا قريب للطعم التوميه؟ وهل سلطه الحاتي هي فعلا قريبه لسلطه الحاتي؟ وليمون معصفر. بس انا مش عارف يا جماعه بصراحه، يعني سلطه الحاتي دي عملوها ازاي؟ يعني عملوا السلطه دي ازاي؟ عملوا طعم بطعم السلطه ازاي؟ يلا بينا نشوف ونعرف عملوا الموضوع ده ازاي، وازاي خلوه بقى طعم فعلا للشيبسي. نبتدي اول حاجه يا جماعه معانا من الثلاث اطعمه. نسيت اقول لكم، ازازه الميه بتاعتي هي بتاعت كل مره يا جماعه، نخليها هنا على جنب. هنبتدي كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. واول طعم معانا ده يا جماعه التوميه. ده شيبسي بطعم التوميه، ده يا جماعه سعره 5 جنيه. يلا بينا كده نبدا ونقول بسم الله وندوق. ربنا يستر. ده كده شكل الشيبسيه يا جماعه. الريحه فظيعه يا جماعه، كأني كده شفتوا حاطين توم بقاله فتره كده في التلاجة، او حاجه توميه محطوطه مركونه بقالها فتره. ده شكله الكيس من جوه، ده شكل الشيبسي من جوه يا جماعه، ودي الشيبسيه اهي. هندوق كده بسم الله يا رب. مش مبشره بالخير خالص الريحه. له واحده تاني بس عشان استطعم، عشان حاسس بطعم غريب. ده اولا مش توميه خالص، دي حاجه كده زي، عارفين الشيبسي اللي هو بطعم الخل والملح، والشيبسي اللي هو بطعم الجبنه المتبله؟ نسخه بالظبط من الجبنه المتبله او الخل والملح، نفس الطعم، نفس بس اقرب طعم اللي هو الجبنه المتبله، يعني طعم الجبنه المتبله قوي قوي قوي. يعني مش بطال عشان انا باكل الجبنه المتبله، فيعتبر ايه، كويس. ده شكل الكيس يا جماعه عشان تبقوا عارفينه. ده بطعم الطعميه كده، اول طعم دقناه. تاني طعم بقى معانا يا جماعه ده سلطه الحاتي. ده شيبسي بطعم سلطه الحاتي، ده ب5 جنيه. يلا بينا كده نشوف الطعم ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. ده شكل الشيبسيه كده يا جماعه، تمام. وده شكله من جوه، ده شكل الكيس من جوه. نشم كده. ايه ده يا جماعه؟ ايه ده؟ غريبه قوي. ريحته فعلا عامله زي السلطه. عارفين يا جماعه السلطه بتاعت الحاتي، السلطه اللي بتيجي مع الفراخ او الكفته اللي انتوا بتطلبوها، اللي هي فيها ميه وبيقولوا عليها ميه ويسكي والكلام ده؟ هي نفس الريحه، نفس ريحه فعلا السلطه يا جماعه. مندوق بقى الطعم، يعني انا مستغرب قوي ازاي جابوا الريحه بتاعت السلطه. طعم السلطه بالظبط، بس هو الصراحه ما عجبنيش. يعني ايه اكل شيبسي بطعم السلطه المصريه يعني، او سلطه الحاتي في شيبسي يعني؟ لا، طعم مش حلو خالص، ما عجبنيش بصراحه. طعم وحش جدا يا جماعه. يعني التوميه ده احسن بكتير عشان قريب للجبنه المتبله، وانا بحب الجبنه المتبله، فطعمه حلو جدا بالنسبه لي اللي هو التوميه. انما سلطه الحاتي طعمه، هو الريحه ريحه السلطه فعلا اللي احنا بناكلها، والطعم بس طعم ما عجبنيش، طعم غريب قوي. لازم اخد بق ميه عشان اغير طعم البقي. سلطه الحاتي ده وحش جدا وحش جدا، ما انصحش اي حد يجيبه.
توميه ممكن تجيبوه، انما سلطه الحاتي ده يا جدعان استغفر الله العظيم يا رب. تالت طعم بقى معانا يا جماعه، وده اخر طعم، ده طعم الليمون المعصفر. ده بردك سعره 5 جنيه. نشوف كده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعه ما تنسوش قبل اي حاجه يا جماعه، ما تنسوش تحطوا لي اللايك وتشتركوا في القناه اللي مش مشترك، وتفعيل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. تفعيل زر الجرس ده يا جماعه مهم جدا عشان يجيلك كل فيديو جديد انا بنزله بيجيلك اشعار ان انا نزلت فيديو. اول ما بتعمل تفعل زر الجرس بيجيلك اشعار ان انا نزلت فيديو جديد. ويلا بينا ندوق تالت طعم والليمون المعصفر. ده شكله كده يا جماعه شكل الشيبسيه، وده كده ده كده شكله من جوه. شم كده الريحه. هو ريحته ليمون، بدايه مبشره. شكله كده طعمه حلو. بالظبط يا جماعه، بالظبط نفس طعم الليمون المعصفر بالظبط اللي احنا بناكله يا جماعه. عارفين الليمون المعصفر يا جماعه اللي هو بيبقى مفتوح ده ومحشي بهاريز حمرا كده، تتبيله حمرا كده وحبه البركه والكلام ده، هو نفس الطعم. بس طبعا مش احسن حاجه يعني، مش زي الليمون طبعا اللي احنا بناكله اللي هو الليمون المعصفر الطبيعي طبعا، بس هو قريب منه. بس طعمه مش حلو برضك يعني، بصراحه ما عجبنيش، مش قد كده يعني. يعني برضك مفضلش ان ده يتعمل شيبسي. يعني ليمون معصفر ده هو الليمون المعصفر اللي هو بيتاكل العادي الطبيعي، انما بصراحه ما يتعملش شيبسي ولا هو ولا السلطه. توميه عشان قريبه من تتبيله الجبنه المتبله فطعمه حلو. انا كده نكون وصلنا يا جماعه لنهايه الحلقه بتاعتنا الجميله النهارده، وجربنا شيبسي باطعمته الجديده. توميه، سلطه الحاتي، ليمون معصفر. احلى طعم بالنسبه لي انا عجبني هو التوميه. سلطه الحاتي والليمون المعصفر مش احسن حاجه، انما التوميه الريحه مش افضل حاجه بس الطعم كويس، زي اكنك بتاكل شيبسي بطعم الجبنه المتبله. فده بالنسبه لي احسن واحد ارشح لكم ده من الاطعمه الجديده بتاعت شيبسي. انما باقي الاطعمه بصراحه مش حلوه خالص. وبكده يا جماعه يكون نهايه الفيديو، وصلنا للاخر. ما تنسوش يا جماعه اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد. واكتبوا لي يا جماعه في الكومنتات حاجات انتوا عايزين تجربوها وانا هجربها لكم. اي حاجه نفسكم فيها انا اجربها من المنتجات الغذائيه اجربها لكم واعملها لكم حلقه مخصوص عشانكم. وعلى فكره يا جماعه انا برد على كل الكومنتات وكل التعليقات بتاعتكم، وربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم. وعلى فكره يا جماعه بحابب اشكر كل الناس اللي بتدعمني وبتكتب لي كومنت حلو. انا بحبكم وبشوف كومنتاتكم. وقبل الختام يا جماعه ناخد بق الميه الجميل بتاع كل مره، واقول لكم هتوحشوني الحلقه الجايه. باي.